هاي. رجعت لكم تاني، وفي الفيديو النهارده هقول لكم على 2 لوك تقدروا تلبسوهم الصبح. اي بنوته رايحه الشغل، رايحه الجامعه، نازله تمشي شويه الصبح، رايحه تعمل اي شغل عندها الصبح. الحاجات دي هتبقى حلوه جدا بالنسبه لها. هديكوا افكار عمليه جدا، وبرضو في نفس الوقت على الموضة، يعني في فصل الصيف. طبعا في الصيف الجو بيبقى حر جدا. فبنحاول ان احنا الصبح على قد ما نقدر ان احنا بنقلل من الطبقات، وفي نفس الوقت ان احنا نلبس حاجات قطن، ومنلبسش حراير او نلبس سكارفات حرير، او نلبس حاجات غامقة قوي كتير، بحيث ان هي ما تمتصش الشمس ونتحر قوي. فاول لوك معايا هو الكارديان ده. ده طبعا الكارديان ده موضة جدا، لان سترابس اللي هي الحاجات المخططة دي نازلة موضة جدا في الصيف. فده كارديان طويل زي ما انتم شايفين، لان طبعا الكارديانز اللي هي الطويلة نازلة موضة جدا. هي بتخليكي تلبسي براحتك اي بيزك من تحت من غير ما تبقي متقيدة، وفي نفس الوقت بالنسبة للحاجات بتبقى حلوة قوي. زي ما انتم شايفين قماشتها طرية خالص، دي قطن مش حرير. خدوا بالكم بلاش تلبسوا حراير الصبح. وتفصيلتها جميل قوي، عجبني قوي ان الكولا بتاعتها صغيرة مش كبيرة، وصراحة عملي جدا وبيتلبس على حاجات كتير قوي. ممكن تلبسي عليه ايه؟ اول حاجة ده بيزك. اوكي اهو. ده بيزك كحلي طويل زي ما انتم شايفين. دي الاشارات معلش. ده البيزك اهو. حلو جدا ان انتي تخلي البيزك لما يبقى مخطط كده تلبسي بيزك غامق. ده هيخليكي تلبسي اي اشارب فاتح من فوق زي ما انتي عايزه، وفي نفس الوقت هيديله شياكه تحفه يعني. وبالنسبه للاشارب الوان الباستيل، اللي هي الاصفرات، واللون اللي هو البينك الباستيل بينك دوت، واللون الاخضر اللي هو الفاتح خالص، واللون الاورنج الفاتح خالص، والابيض نازلين موضه جدا. لما تلبسي اي حاجه مخططه كده، او لما تلبسي اي بيزك غامق، تمام. بيبقى حلو قوي في الصيف لو انتي لبستي فوقيه الوان فاتحه. تمام، بيديله لوك ناتشورال كده، مش بتبقي اوفر، وفي نفس الوقت بيبقى شيك قوي. وانا صراحه دول اللونين اللي انا بحبهم مع الستايل دوت، اللي هو الباستيل بينك والاصفر الفاتح دوت، بيبقوا حلوين جدا مع السترابس دي. بالنسبه للاكسسوارز، لقينا ملاش تلبسي الصبح اكسسوارز بتلمع وحاجات كبيره قوي يعني. فهنا انا لابسه بس جاست ان هي الايه، السلسله اللي هي الثلاث ادوار دي. ممكن البس اكسسوارز ايه تاني برضو ينفع مع اللوك دوت. ممكن البس النكلس حاجه زي كده. اوكي. برضو دي برضو بتبقى عمليه الصبح، ومش مش اوفر يعني، وبتبقى حلوه جدا برضو لما تتلبس على حاجه ساده، برضو تبقى لطيفه قوي. فممكن تتلبس معاه، لان زي ما انتم شايفين ان احنا عاملين الالوان رقيقه مش اوفر مع بعض. طيب بالنسبه للبنطلون بقى، هنلبس بنطلون عامل ازاي؟ انا هنا مع الطقم دوت. عادي جدا تلبسي اي بنطلون جينز موجود عندك اهو، بلو بلاك. اوكي، يعني مفهوش اي حاجه لو انتي تاخدي بالك ان كده البيزك كحلي من تحت والبنطلون كحلي. فطبعا ده هيدي هيطولك، وفي نفس الوقت هيدي احساس بالرفع. يعني انتي لو بتختوخه شويه انصحك ان انتي بلاش تلبسي حاجات مشجره من تحت. حاولي دايما ان انتي لو عايزه تلبسي حاجه مشجره تلبسي كارديان، وحاولي ان انتي تلبسي الحاجات اللي هي الساده الطويله لانها بتدي رفع. فكده ده ايه الطقم معانا كامل، مع الكارديان اللي هو الستريبس المخطط، مع البنطلون الجينز البلو بلاك، مع البيزك الكحلي اللي هو ده. اوكي اهو، انا عايزه اوريه لكم من فوق عامل ازاي. هو من فوق هشيل لكم الاشارب عشان اوريه لكم ثانيه واحده. اهو، شيل الاشاربات دي بقى خلاص. زي ما انتوا شايفين ده قطن كده شويه من فوق عشان ميبقاش شفاف، ومن تحت قماشه اللي هي مش قطن ومش ستان، خفيفه جدا وعمليه جدا بالنسبه للصيف. وظهره كمان على فكره كله قطن وطري قوي زي ما انتوا شايفين كده. هوريهولكوا برده من بعيد، فبيبقى حلو جدا بجد لاي بنوته محجبه او مش محجبه. بجد الكارديان ستريبس دوت نازل موضه جدا. اوكي. طيب بالنسبه بقى في رجليكي هتلبسي ايه مع الطقم زي دوت؟ طبعا الصبح بيبقى الجو حر قوي، فبلاش تلبسي حاجات مقفوله لفتره طويله، وانتي تقعدي فتره طويله، فيستحسن لو انتي لبستي حاجه مفتوحه عشان ما تتحريش. فالحاجات اللي هي عامله زي كده، اوكي، ده ساندل عادي خالص اوف وايت اهو، وفي دبرة. دول الحاجات دي نازله موضه جدا، اللي هو الحاجات البسيطه قوي
طبعا في منها الوان كتير جدا نازله بنفس الشكل دوت، وهو نازل جدا موضه، يعني اللي هو اللوك الناتشورال دوت، اللي هو جاست بس تبقى جزء كده عريض من قدام، بيبقى عملي جدا وشيك، وفي نفس الوقت تقدري تلبسيه على حاجات كتير. يا اما ممكن تلبسي لو انت تحبي الحاجات الهاي هيل شويه، اللي هو اللي انا كنت قلت لكم عليه قبل كده، الصندل دوت اللي هو كعبه الابيض ده، برضه بيبقى حلو قوي الصبح، وكمان بيبقى حلو كمان لو في البحر، لو انتي مسافره بره او مصيف او كده، بيبقى لطيف قوي. فزي ما انتم شايفين الشياكه والرقه. ف يعني ما تزعليش ان انت لو انت محجبه ومش لاقيه لبس كتير علشان تقدري تبقي شيك، لا دوري وهتلاقي. وحاولي دايما تحطي افكار في دماغك علشان لما تنزلي تعملي شوبينج تبقي عارفه ان انت ايه الحاجات اللي ممكن تنفعك على كذا حاجه. يعني انت لو لقيتي البيسك دوت مثلا نص كم، ما كنتش بقدر البسه من غير كارديان، لكن مثلا البيزك الكحلي دوت مهم جدا ان ممكن تلبسي عليه اي كارديان انت ممكن تجيبيه، ممكن تلبسيه عليه على جاكيت جينز، على مثلا اي حاجه عندك، بجد هينفع جدا يعني. فبلاش يعني تبقي متضايقه كده وانتي بتعملي شوبينج، لان انا عارفه معاناه المحجبات، لان هي مش بتلاقي اي حاجه شيك وما بتقدريش تطقمي زي ما انتي عايزه. خليكي دايما اوبن مايندد كده، وعارفه الافكار كلها علشان تقدري ما